لا، ابتعدوا عني، سيسحقني المكان. كان عباس يصرخ بجنون وهو يركض في ممر ضيق جدا، جدرانه الحجرية تتحرك ببطء لتعصره بينها. في اللحظة الأخيرة لمح فتحة صغيرة، رمى جسده داخلها ليسقط في غرفة هائلة يغطيها الذهب من الأرض حتى السقف. عباس ضحك بانهيار وهو يملأ يديه بالعملات، لكن في ثانية واحدة تحول الذهب إلى آلاف العقارب السوداء التي بدأت تنهش جسده. قبل هذه الكارثة كان عباس يقف بوقاحة أمام خيمة الرجل الحكيم محمد. كان محمد يحمل صندوقا فضيا قديما ملفوفا بسلاسل، وقال بصوت عميق ومحذر: يا عباس، هذا الصندوق لا يفتحه إلا من ملك قلبا نقيا، ومن يفتحه بطمع يفتح باب جهنم على نفسه. لكن الغرور كان قد أعماه. وصل عباس إلى وسط الغابة، وضع الصندوق أرضا، رفع عباس فأسه عاليا وفي عينيه لمعة جنون. ضرب السلاسل ضربة هزت أركان الغابة، لكن السلاسل لم تنكسر، بل أصدرت صوتا كأنه صرخة إنسان. لم يهتم عباس، ضرب مرة وثانية وثالثة. فجأة انشقت الأرض تحت الصندوق، وخرجت ظلال سوداء طويلة لا أقدام لها، بدأت تزحف خلفه بسرعة البرق. ركض عباس وهو يصرخ، لكن الغابة التي دخلها لم تكن هي الغابة التي يعرفها. الأشجار بدأت تغلق الطرق أمامه، والجذور كانت تخرج من الأرض لتعرقله. كلما التفت خلفه رأى وجوها تشبه وجهه المشوه تضحك عليه من خلف الأشجار. تعثر عباس وسقط في بركة ماء، وعندما نظر ليده وجدها قد بدأت تصبح شفافة كالدخان. الرعب تملك قلبه، فقام يركض وهو يرى الغابة تضيق وتتحول لمتاهة لا نهاية لها. صرخ: محمد، سامحني، خذ صندوقك. لكن صوته كان يرتد إليه بضحكات شيطانية ساخرة. وسط هذا الجحيم لمح ضوءا خافتا يخرج من شق في صخرة ضخمة. كان بابا حجريا قديما يشبه مدخل القبور. لم يفكر عباس، اندفع بجسده المنهك داخل الشق وهو يلهث، وبمجرد أن دخل ساد صمت مطبق، صمت مخيف. التفت خلفه ليجد الباب قد اختفى، وأصبح مكانه جدارا صلبا. بدأ المكان يضيق والهواء يقل، والجدران بدأت تصدر صوت احتكاك مرعب وهي تقترب من جسده. هنا أدرك عباس أنه لم يهرب من اللعنة، بل ركض بقدميه إلى قلبها. صرخ بكل ما أوتي من قوة: لا، ارحموني! ثم لمح تلك الفتحة الصغيرة ورمى نفسه داخلها ليعود إلى نقطة الصفر، ليسقط في غرفة الذهب من جديد. عندها فقط فهم السر العظيم: الذهب هو الطعم، والغرفة هي السجن، وهو الآن مجرد سجين آخر داخل الصندوق الفضي الذي سرقه. مد يده نحو العملات بأسى وندم يمزق قلبه، فتحولت إلى عقارب سوداء تلتهمه بلا رحمة. لقد نال عباس ذهبه في النهاية، لكن الثمن كان روحه. فالطمع يا صديقي ليس رغبة في الامتلاك، بل هو سجن ندخله بأيدينا ولا نخرج منه أبدا.